السلام عليكم. البارح قررت الجماعة ديال مدينة الرباط، العمادة ديال مدينة الرباط، أنها رسميا تسحب جميع رخص حراس السيارات، يعني الحساسة ديال الطوموبيلات. دونك رسميا كازا ثاني مدينة في المغرب بدون حراس سيارات بشكل رسمي. صراحة أنا مع هذا القرار. ممكن يقول لك لا ودابا انت باغي تقطع رزق عباد الله، انت ماشي حيت خدام، الناس كاملين خدامين. لا ماشي داكشي، وانما راه بزاف منهم يمكن كل واحد فينا عنده قصه مع العساسه ديال الطوموبيلات. راه طغاو ولا لدرجه انه يقدر كاع يهددك ان يهرس لك طوموبيلتك الا ما خلصتيش، الا ما بغيتيش ديها فيه يقدر يدير اي حاجه، يقدر يفشل لك الروا، يدير يهرس لك الدجاج، يمكن يدير اي حاجه. ولا بحال تيحاول انه يفرض راسو ان الصحه خصك تعطيه صحه، وانه هو بحال قلتي هو موكل من الدوله، بحال الدوله هي اللي عطاتو انه يخدم. كاين تما كيجي شي واحد تشخلي كيجي حدا شي شارع ويقف ولا شي زنقه. دونك سكيفي يا اما كان خص التقنين ديالهم، هما جوبونس ما كانوش باغيين انهم يتقنوا باش مابقاش ديك العشوائيه ديال في مارش قاتل شي واحد شي زنقه يدخل ليه يولي حاكمك، يولي بحال تولي فراسك يتقاتلوا على البلايص. راه كينوضوها السيوف وهم ضاربه على بلاصه، تولي بحال ملك ديالو، لا انت ما تبلاصيش هنا بلاصي ليه. دونك دابا كنحيانا هذا القرار ديال العمده ديال كازا الدكتوره نبيله الرميلي. كنتمنى انه يطبق هادشي في الرباط وفي باقي المدن المغربيه، او يتقنوا هكا كل واحد يكون عنده بلاصه ويكون تابعين للجماعه ديال المدن. يعني كل مدينه الجماعه ديالها يكون هذاك الحارس موظف ولا يكون تابع لهذيك الجماعه ويخدم بشكل قانوني وبالترقيم ديالو والديكلاراسيون ديالو وكلشي.